هنتعلم مع بعض حاجة بسيطة قوي بس مهمة جدا، إزاي نسأل عن سعر أي حاجة في الكافيه بالألماني. الموضوع أسهل مما تتخيلوا، يلا بينا. هنسأل إزاي بقى بالألماني؟ بصوا بقى، الحل كله في سؤال واحد بس، سؤال سحري حرفيا. هو ده المفتاح بتاعنا النهاردة. السؤال ده هو wie viel kostet. سهلة أهي، معناها بالظبط زي ما بنقول بالمصري بكام. احفظوا الجملة دي كويس لأنها الأساس اللي هنبني عليه كل الكلام اللي جاي. تمام قوي. كده معانا الأداة السحرية بتاعتنا. تعالوا بقى نطبقها على أشهر طلب ممكن نطلبه في أي كافيه في أي حتة في الدنيا. القهوة طبعا. القهوة بالألماني اسمها دير كافي، وركزوا قوي مع الكلمة اللي في الأول دي، دير دي اسمها أداة التعريف وحكايتها حكاية في الألماني. طيب نركب بقى الجملة على بعضها، هنحط السؤال السحري بتاعنا مع كلمة قهوة، فهنقول wie viel kostet ein Kaffee. حد هيسأل إيه ده؟ هي مش كانت دير ليه بقت ein؟ ببساطة شديدة لأننا هنا بنسأل عن فنجان قهوة واحد نكرة، مش القهوة كنوع معين. وخدوا دي بقى معلومة إضافية كده على السريع. لو القهوة طلعت حلوة وعجبتكم ممكن تقولوا لهم مجاملة لطيفة زي Der Kaffee ist sehr gut، يعني القهوة دي حلوة قوي. هتفرق معاهم. حلو قوي الكلام ده. تعالوا بقى نشوف مشروبات تانية ونتأكد إن القاعدة البسيطة دي ماشية مع كله. المشروب ده بقى ألماني صميم، لازم تجربوه لو سافرتوا. اسمه دي أبفل شورل. خلي بالكوا هنا أداة التعريف اتغيرت، بقت دي. طب إيه هو الأبل شورل ده؟ ده ببساطة عصير تفاح ومتزود عليه مياه فوارة. مشروب منعش جدا ومشهور قوي في ألمانيا. تمام، بما إن أداة التعريف بتاعتها دي، يبقى لما هنسأل هنقول wie viel kostet eine Apfelschorle. ملاحظين؟ ein اللي استخدمناها مع القهوة بقت هنا eine. طب ليه التغيير ده؟ الحقيقة إن ده عشان كل كلمة في الألماني ليها جنس، مذكر أو مؤنث أو محايد، والأداة بتتغير معاها. الحتة دي بالذات هي أساس قواعد الألماني كله. das Wasser. وهنا بنقابل ثالث أداة تعريف معانا النهاردة وهي das Wasser، يعني المية، بسيطة ومباشرة. وهنا بنرجع تاني نستخدم ein، فالسؤال هيبقى wie viel kostet ein Wasser. شايفين إزاي الموضوع كله ماشي بنفس النمط؟ نروح لطلب كلاسيكي تاني، الشاي. الشاي بالألماني اسمه دير تي، وهنا رجعنا تاني لأداة التعريف دير زي القهوة بالظبط. والحلو هنا بقى إن كلمة تي قريب قوي من كلمة شاي بتاعتنا. وطالما الأداة دير يبقى السؤال هيكون زي ما عملنا مع القهوة بالملي، wie viel kostet ein Tee. آخر مشروب معانا في القايمة هو الكولا، بالألماني دي كولا، وأداة التعريف بتاعتها زي ما انتم شايفين هي دي. ودي طبعا كلمة عالمية، دي كولا هي الكولا. وبما إن أداتها دي، فالقاعدة اللي اتعلمناها بتقول إننا هنسأل ونقول إيه؟ بالظبط كده. wie viel kostet eine Cola؟ بنستخدم eine مرة تانية. عظيم جدا. كده احنا فهمنا القاعدة الأساسية. يلا بينا نلم كل اللي قلناه ده في مراجعة سريعة. بصوا على الملخص ده. لو الكلمة أداتها دير زي القهوة والشاي بنسأل بأين، يعني wie viel kostet ein Kaffee و wie viel kostet ein Tee. ولو أداتها دي زي عصير التفاح والكولا بنسأل بأينة، يعني wie viel kostet eine Apfelschorle و wie viel kostet eine Cola. أما لو أداتها das زي المية بنرجع لأين تاني وبنقول wie viel kostet ein Wasser. ده الملخص العملي لكل اللي شرحناه. ودلوقتي خلاص الطريقة بقت معاكم. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، لما تسافروا ألمانيا وتدخلوا أول كافيه، يا ترى إيه أول حاجة هتستخدموا الجملة دي عشان تطلبوا بيها؟